عمركم تخيلتوا باللي اليد اللي كتمسح لكم دموعكم هي نفسها اللي تقدر تخنقكم؟ اليوم قصتنا ماشي غير جريمة، هي زلزال ضرب واحد الدوار هادئ، حيت الحقيقة كانت مخبية ورا سبحة الحاج وبدلة العسكري. واش الشك يقتل؟ ايه، الشك قتل الروح قبل ما يقتل الجسد. بقاو معايا، حيت هادشي اللي غتسمعوه اليوم غيغير نظرتكم لكل واحد كتقولوا عليه درويش. كان الحاج أحمد كيبان لينا بحال شي ملاك فوق الأرض، بلحيته البيضاء وابتسامته اللي ما كتفارقوش. شكون كان يقول باللي هذيك اليد اللي كتحرك حبات السبحة هي نفسها اللي كتحرك خيوط المكر؟ سمية كانت غادة راسها في الأرض كتنفس الصعداء حيت نهارها داز بخير. فجأة وقف قدامها الحاج. بنتي سمية، محتاجة شي مساعدة؟ سمية بدات كترعد، زيرت على يد بنتها وقالت بصوت كيرجف: لا يا حاج، الله يجازيك بخير. ولد حليمة اللي حياته كلها هي يتبع ورات الناس شاف سمية كتهضر مع الحاج وشاف الحاج كيبتسم. هو ما شافش الخوف في عينيها، شاف فرصة باش يشعل النار. غمض عينيه وقال: لقيتها، هذه هي اللي غتخلص ثمن الحقد ديالي. سمية كانت كتغني لبنتها بصوت حزين. فجأة سمعت غوتة من البيت الآخر. لوسها عبد العالي كان كيهضر في التليفون مع خوه العسكري. الصمت اللي تبع الغوتة كان كيرعب. سمية حست ببرودة نزلت على ظهرها، عرفت باللي العاصفة بدات. عبد العالي كان شاد التليفون ويديه كترعد. سمعني يا خويا العسكري، شرفنا كيتمرغ في الأرض. خوه من الجهة الأخرى كان كيسول بصدمة. عبد العالي كمل بنغبة حادة: ولد حليمة شاف مرتك نازلة من طوموبيل الحاج أحمد، واش غتبقى جالس تما ولا غتخلينا نغسلو هاد العار؟ الحاج أحمد كان جالس وسط قراعي الشراب بعيد على عيون الناس اللي كيحترموه. فجأة لقى عبد العالي قدام وجهه. اش كدير هنا؟ قبل ما يكمل الحاج جملته السكين غطسات في كرشو، طعنا مورا طعنا، والحاج كيشوف في البركة ديالو كتسيل فوق الزربية. تنيدة تموت. مات الحاج، ولكن واش مات الشك؟ الصباح طلع والفيلا ديال الحاج أحمد ولات محاصرة برجال الدرك. المنظر كان كيرعب. الحاج طايح غارق في دمه، الجندرم كيدوروا كيقلبوا على بصمة على خيط، ولكن القاتل كان محترف. السيد ما عندوش عداوة، شكون اللي يقدر يصفيها لي بهذا الغدر؟ الجواب كان مخبي في واحد الدار بعيدة وسط دموع مرا مظلومة. سمية جرات بنتها سناء وعطاتها واحد الورقة صغيرة. بنتي، هربي من الشرشم وسيري ميشان لعند الجندارم اللي في الدورة، قولي لهم ماما كتموت. سناء البنت اللي عندها غير 10 سنين حست بلي ولات مرة في لحظة. واخا ماما غنديرها على قبلك. قفزات من الشرشم وبدات كتجري والريح كتضرب في وجهها الصغير. سمية كانت محبوسة في بيت مظلم. الجسد ديالها كان كيطيب بالحريق ديال الضرب، ولكن قلبها كان محروق أكثر على بناتها. لوسها عبد العالي كان كيدوز من قدام الباب ويقول لها: هذه هي نهايتك يا الخينة. سمية كانت كتشوف بنتها سناء بعينين كيطلبوا السلك، كانت عارفة باللي هي الأمل الوحيد اللي بقى ليها. الجندارم تصدموا منين شافوا طفلة صغيرة داخلة عليهم وهي كترعد: عمي الجندارمي، اعتق ماما.
هذيك اللحظة الخيوط بدات كتجمع. الجندارم فهموا باللي لغز موت الحاج مخبي في هذيك الدار. إذن الحاج ما كانش غير ضحية، كان هو المحرك ديال هذه الكارثة. تحركوا الجندات والمواجهة دابا ولات وجها لوجه. حل الباب، دارك الملكي. عبد العالي تخلع، لونه خطاف. منين دخلوا الجندارم لقاو سمية حالة يرفع لها الراس، وجهها كله دم، ولكن عينيها فيها واحد القوة غريبة. الحمد لله اللي جيتو. العجوزة بدات كتخوت وتمسكن، ولكن الجندارم كان خيطهم واحد. فين هو السكين اللي صفيتو به الحاج؟ وسط الكوميسارية. عبد العالي ما قدش يصمد بزاف. أنا اللي قتلته، غسلنا شرفنا. الجندارم يسكتوا بواحد النبرة باردة. شمن شرف وانت قتلتي راجل على قبل إشاعة كاذبة؟ توقف مفاجئ. عبد العالي هبط راسو الأرض وعرف باللي كلمة ولد حليمة جرت عليه المؤبد، وباللي خوه العسكري اللي حرضه لقى راسو حتى هو وراء القضبان. فجأة الباب اتدفع وسمية لقات راسها محاصرة بين لوسها وعجوزتها. فين كنتي؟ صرخة مكتومة. سمية بدات كتحلف وتعاود باللي الحاج هو اللي تبعها، ولكن الصمت كان هو الجواب الوحيد قبل ما تبدا العاصفة ديال الضرب. كانت كتاكل طق وهي كتشوف. الصدمة الكبيرة كانت في التقرير الطبي وتفتيش فيلا الحاج. الحاج اللي كان كيصلي في الصف الأول لقاو دارو عامرة بالمحرمات، والتحقيق كشف باللي فعلا كان كيتحرش بسمية وببنات الدوار، وباللي سمية كانت شريفة ومظلومة. الناس في الدوار بقاو كيشوفوا في بعضياتهم كيفاش غدرنا بنت الناس، وبقينا تابعين المظاهر. باسم جلالة الملك حكمت المحكمة بالمؤبد لقاتل الحاج و15 سنة للزوج العسكري. سمية خرجت من المحكمة وهي شادة في يد بنتها سناء، البنت اللي أنقذت حياة أمها بذكاء. قصتنا سالات، ولكن العبرة بقات. ما تطيقوش في المظاهر، والشك كيقتل مولاه قبل ما يقتل الضحية. همهمة ختامية بصوت حنون. كانت معكم سلمى، ونتلاقوا في قصة واقعية جديدة. وهنا كان وصلوا لنهاية القصة ديالنا، قصة اللي خلتنا نفهموا باللي الظلم ظلمات، وباللي لسان بنادم يقدر يكون أخطر من السلاح. سمية وبناتها رجعت لهم كرامتهم، ولكن الجرح اللي في القلب كياخد وقت باش يبرى. توقف قصير، نبرة صوت تملأها المودة. يا أغلى عائلة عندي، كنشكركم بزاف حيت بقيتوا معايا حتى لهاد اللحظة. دعمكم هو اللي كيخليني نستمر ونبحث ونكتب لكم قصص اللي نخرجوا منها بالعبرة والفائدة. ضحكة خفيفة وصادقة. القناة ديالي كتعيش وتكبر بيكم انتوما، ماشي بيا أنا. إلا عجبتكم القصة وأثرت فيكم، ما تبخلوش عليا بلايك وبارتاجيو الفيديو مع أحبابكم باش تعمل فايدة ونحاربوا الإشاعات في مجتمعنا. وإلا كنتي أول مرة كتشوفيني، اشتركي في القناة وفعلي الجرس باش تكوني من الأوائل اللي كيوصلهم جديد قصص واقعية مع سلمى. ما تنسوش تخليوا لي دعواتكم في التعاليق ورأيكم في الحكم اللي صدر في حق العسكري وعبد العالي. واش كان منصف؟ كانت معكم سلمى، كنحبكم بزاف، ونتلاقاو في القصة الجاية إن شاء الله. بسلام عليكم.